السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي فترة طويلة جدا ما نزلتش فيديوهات، فالنهاردة ان شاء الله اول فيديو في مطبخي الجديد. ان شاء الله هعمل معاكم طريقة الكفتة، انا عملتها قبل كده معاكم وان شاء الله النهاردة هعملها بطريقة تانية او مختلفة شوية. هي كفتة الفراخ، مش قادرة اوصف لكم على الجمال والسهولة اللي هي فيها. يلا بسرعة مش هطول عليكم ونشوف المكونات معايا ايه. اول حاجه معايا صدور فراخ على وراك الاتنين مع بعض، انا جايباهم بصراحه مفرومين جاهزين، ممكن تفرميهم في الكب عادي. ومعايا هنا حبايه من الفلفل الاحمر، وقطعه كده من الدهن، عندك دهن ضاني او شمبري تمام مفيش مشكله، وليمونه وبصلتين وسط مش كبار، يعني كل نص كيلو عليه بصلايه واحده. هنا بصوا بوريكم هنا مفرومه عادي، انا عملت قبل كده الكفته وكمان فرمت كل حاجه قدامكم، بس بصراحه لقيت الراجل عنده مفروم جاهز يعني استسهلت. يلا بينا بقى هنشتغل على طول. جبت البصل بتاعي وعلى الكب على طول، وقطعت معاه الفلفل بتاعي، وهنزل عليه بطحنه ناعمه، يعني حاولي كده ما تخليهاش فيها حتت، على قد ما تقدري نعامي الطحنه بتاعتك علشان ما تبقاش باينه قوي في الكفته. لفه كده مره وبعدين اوقف الكبه وبعدين انزل الجوانب وافرم مره كمان، علشان يبقى معايا الفرم ناعم، ما يبقاش فيه قطع كده من البصل او الفلفل. تمام. هنا خلاص طحنا كل الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين ناعمه جدا، وهجيب المصفى بتاعتي واصفيه. لازم نجاح الكفته، سواء كفته فراخ كفته لحمه، لازم تخرجي السائل بتاع البصل او الفلفل او الخضار اللي انت حاطاه، علشان الكفته بتاعتك ما تفكش منك. تمام. انا طبعا سبت البصل والفلفل حوالي مثلا 10 دقايق كده وانا بجمع الحاجات بتاعتي. هنا جبت بقى الدهن بتاعي، انا كده مخرجاه من الفريزر عشان كان مجمد، وفرمته ناعم زي البصل بالظبط. تمام. الكفتة دي سهلة وبسيطة، أنا أكلتها في مطعم تركي بجد كانت طعمها حكاية، فحاولت على قد ما أقدر يعني أقرب شوية من الطعم. تمام. نزلت بقى كده على طول الدهن بتاعي على الفلفل والبصل. تمام. بصوا عايزه اقول لكم بقى، بعد ما صفيته كده وضغطت عليه ضغطه حلوه، خليته مفرفر كده وايه، يعني ما فيهوش سوائل خالص. الميه بتاعتي اللي خرجت من البصل والفلفل دي هنحتاجها فيما بعد. عايزه اقول لكم انا عملت كفته الفراخ وكفته اللحمه هنا في الفيديو، لان انا كنت عامله الاتنين دول قبل كده معاكم، بس يعني هوريكم بس بعض التسويه. يلا بينا على التوابل بتاعتي. عندي بابريكا، عندي 7 بهارات، عندي فلفل اسود اساسي، والملح. تمام. يعني مفيش فيها توابل كتير، ال7 بهارات دي بيبقى كيس كده يعني كله مع بعض. تمام. هبدأ بقى اعجن. هتعجني في الكفتة؟ هعجن في الكفتة، لان الكفتة كل ما بتبدأي تضغطي عليها كل ما بتخلي النسيج بتاعها يعني ايه، شبه كده يعني بيختفي، مش عايزة النسيج يبقى باين قوي. تمام. جبت الليمونة بتاعتي ونزلت عليها ببشرة ليمون. بشرة الليمون بتودي الكفتة في حتة تانية خالص بجد. جربيها، مش هتحسي بمرارة ولا هتحسي بحاجة، بس هتحسي بطعم مختلف بجد. هو ده اللي هيميز لك طعم الكفتة لما بتاكليها في البيت، بجد تحفة جدا. قلبي بقى، قلبي واعجني ولفي كده، اضغطي جامد، يعني طلعي كل الطاقة بتاعتك السلبية في العجن بتاع الكفتة. عايزه اقول لكم والله كانت ريحتها جباره وطعمها جميل جدا، وعايزه اقول لكم الكميه دي بتدي وقت، يعني بتدي كميات كبيره. نسيت بقى اقول لكم على حاجه، هنا انا عندي هنا حزمه كده من البقدونس، قطعتها وحطيتها بقى، لحقت نفسي يعني وحطيتها كلها كده على بعض وبدات اعجن. يلا بقى بينا على مرحله التصبيع. دي الشبكه، وحطيت تحتيها صينيه كده زي ما انتم شايفين، علشان عايزاها اشويها، مش هحطها على طول في الفرن كده على النار عدل. اي شوايه عندك، شوايه فرن، شوايه ميكروويف، شوايه فرن صغير اللي هو بيبقى دايما موجود ده، اي شوايه، اي شبكه عندك اعملي تحتيها اي صينيه واشتغلي زي ما انت شايفه كده. صبعت الكفته بتاعتي، وهجيب بقى الميه اللي هي نزلت من البصل والفلفل، وهبدا احط لها معلقه من الصلصه، واحط لها معلقه من البابريكا، وشويه كده ملح وفلفل، وبعدين ابدا ادهنها كلها زي ما انتوا شايفين او زي ما انتوا هتشوفوا، ومعلقتين كده من الزيت. صبعت طبعا كل الكفته زي ما انتوا شايفين كده،
وعايزه اقول لكم بتاخدش وقت اكتر من 10 دقايق، بيكون عندك بجد يعني كميه كفته من كيلو من اللحم او كيلو من لحم الفراخ. مش قادره اوصف لكم على الجمال. بصوا الجمال. هنا الصينيه حطيت شويه كده من الميه المغليه زي ما انتم شايفين، علشان البخار بتاع الميه يطلع كده على الكفته ويبقى فيها السوا بتاعها 100%، يعني ما تبقيش خايفه خالص وانتي في مرحله التسويه. جبت بقى الخليط بتاعي وعلى طول بدأت بقى ادهن كل الكفتة. انا بدهنها على مرتين، يعني مرة كده اول ما بحطها اخدت معايا 10 دقايق في الفرن، وبعدين خرجتها رحت قلباها زي ما انتوا شايفين كده. بتاخد التصبيعة بتاعت الشبكة نفسها، وبتكون زي ما يكون انتي بجد عاملاها او شارياها من بره. تمام. الطبقة التانية بعد ما قلبتها هبدأ بقى ايه اديها خليط او دهنة كده من السائل بتاعي او مية البصل اللي هي قلت لكم عليها. بصوا الجمال، ما شاء الله تحفة جدا، وكان الطعم بتاعها حلو قوي. تعمليها سندوتشات، تعمليها مع شوية رز، يعني زي ما انت حابة. تمام كده. هي التسوية بتاخد 10 دقايق في الفرن وتخرجيها تديها الوش التاني. يعني عايزة اقول لكم مفيش وقت خالص، اسرع ما تعملي حتى يعني شوية مكرونة. تمام. ممكن كمان تاكليها بالمكرونه. دي بقى الكفته بتاعت اللحمه، ان شاء الله هنزلها لكم. انا كنت عامله يعني الفيديو كانت كفته لحمه وكفته فراخ، بس كانت تحفه جدا. هنا قلبتها واديتها نفس الخليط اللي انا كنت عاملاه للفراخ. يعني عايزه اقول لك وداعا بقى بجد الكفته الحاتي، ولا وجع القلب ولا الاسعار الرهيبه، وبعدين انت عامله كل حاجه في البيت وضامنه جوده اللحمه بتاعتك. يعني مفيش بجد ابسط ولا انضف من كده. تمام. انا كنت هنا عامله بقى شويه رز بسمتي كده، عملته معاكم بردك. لو حابين ان انا اسيب لكم اللينك اسيبه ممكن في التعليقات. فبجد يعني كان طبق فظيع فظيع بجد. عايزه بقى تعملي شويه، انا عملت معاها شويه سلطه خضراء، السلطه البلدي بتاعتنا. وكان يعني طبق متكامل بجد، يعني مفيش افضل ولا اسهل ولا اعظم من كده. دايما الولاد في الحر والصيف اللي احنا فيه ده مش بيفضلوا الاكل اللي هو فيه خضار كتير، فلو عملتي طبق زي ده بجد هيتبسطوا بيه جدا. وكمان يعني هيبقى فيه تغيير شوية عن الاكل. كده ما شاء الله خلصت الطبق بتاعي، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل اشعار جديد انا بنزله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.